دلوقتي الاعداد الصحيحه اللي هي بنقول عليها زد. الاعداد الصحيحه بنرمز لها بالرمز ايه؟ زد. يبقى دي معناها الاعداد ايه؟ الصحيحه. دي معناها ايه؟ الاعداد الصحيحه. تمام؟ طيب عندي خط الاعداد بينقسم لثلاث حاجات: صحيحه موجبه، صحيحه سالبه، وفي النص ايه؟ الصفر. صحيحه موجبه وصحيحه سالبه وفي النص الصفر. خط الاعداد اهو. عندي في النص هنا يا يوسف الصفر، هنا الاعداد الموجبه 1 2 3 4. اللي بيلعب بالقلم يسكت الى ما لا نهايه. هنا على اليسار سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 الى سالب ما لا نهايه. لو انا جيت وقلت لك هات لي سالب 4 زائد 5 الناتج هيطلع بكام؟ هتقول لي يا مس انا هقف عند السالب 4. هقف عند السالب ايه؟ 4. لو انا بجمع بمشي ناحيه اليمين، لو انا بجمع بروح للايه؟ اليمين. يبقى كده الاعداد مالها تزيد. لو انا بطرح بمشي ناحيه اليسار، ناحيه ايه؟ كده الاعداد مالها تقل. يبقى لو طرح همشي شمال او يسار، لو جمع همشي ناحيه ايه؟ اليمين. انا هقف عند مين يا منصور؟ هقف عند السالب. هقف عند السالب 4. ادي السالب 4 اهي. امشي كام خطوه؟ 5 خطوات. يمين ولا شمال؟ يمين. 5 خطوات ايه؟ هزود 5. 1 2 3 4 5. يبقى الناتج يديني ايه؟ 1. يبقى الناتج بتاعهم كام؟ 1. تمام؟ طب حد يقول لي طب انا عايز ابدا من الخمس. اقول لك تمام، اقف عند الخمس. 5 هنا اهي. اقول لك اقف عند الخمس. تمام؟ وامشي 4 خطوات ايه؟ يسار. وامشي 4 خطوات ايه؟ ادي 1 2 3 4. برضه رجع لنفس الرقم اللي هو بكام؟ الواحد. برضه رجع لا ما تشغلش المروحه. ماشي تمام. برضه رجع لنفس الرقم اللي هو بكام؟ الواحد. تمام؟ تمام؟ قال لي بقى لو انت في الجمع والطرح، لو انت فين؟ في الجمع والطرح وعندك اشارتين مختلفين يا يوسف، واحده موجب وواحده سالب، بس ده فين؟ في الجمع وايه؟ في الجمع وايه؟ في الجمع وايه؟ لو الاشارتين مالهم مختلفين. لو الاشارتين مالهم مختلفين الناتج هيطلع زي اشاره العدد الكبير. اشاره العدد الكبير يا علي موجب ولا سالب؟ موجب. اللي قدام الخمسه ايه؟ موجب. اللي قدام الخمسه ايه؟ فاشاره الناتج هتطلع زي اشاره الرقم الكبير ونطرح اشاره الرقم الكبير بالموجب ونطرح 5 ناقص 4 1. تمام؟ طيب من غير الخط الاعداد سالب 7 زائد 3 هيديني كام؟ هتقول لي يا مس انت قلت الناتج بيبقى اشارته زي اشاره الكبير. اشاره الكبير ايه يا شنوده؟ سالب ولا موجب؟ اشاره العدد الكبير يلا. اشاره العدد الكبير سالب ولا موجب؟ السبعه اشارتها سالب والثلاثه اشارتها ايه؟ موجب. يبقى كده زي اشاره العدد الكبير اللي هي تبقى ايه؟ سالب. ونطرح وايه؟ يبقى لو اشارتين مختلفين نحط اشاره الكبير ونطرح. لو الاشارتين مختلفين نحط اشاره الكبير ونعمل ايه؟ 7 ناقص 3 كام؟ 4. يبقى الناتج هيطلع سالب 4. يبقى الناتج هيطلع سالب 4. تمام؟ طب لو جيت قلت سالب، انت بتبص له انت مالك؟ سالب 2 ناقص 1. سالب 2 ناقص 1. هنا الاشارتين زي بعض ولا مختلفين؟ الاشارتين هنا زي ايه؟ قال لك انت عندك حول ولا ايه؟ اشارتين مختلفين ليه؟ هم الاثنين زي بعض هم. سالب سالب. صح؟ اشارتين زي بعض ولا مختلفين يا راشد؟ زي بعض. الاشارتين مالهم؟ قال لك يا شنوده لو الاشارتين زي بعض يا يوسف يبقى نحط الاشاره يمين ونجمع. نحط الاشاره وايه؟ نحط الاشاره وايه؟ فوقع عشان انت مش فاهم. ماشي؟ نحط الاشاره تبقى سالب ونجمع. 1 و2 كام؟ 3. طب مثلا لو على خط الاعداد اهو بص يا مس هنا 0 1 2 3 الى ما لا نهايه. سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4. هاجي اقف عند السالب 2 اهو. انا وقفت عند السالب 2 وهمشي خطوه. الخطوه دي همشيها يمين ولا يسار؟ يسار. همشيها ايه؟ لان ده ايه؟ سالب. لان ده ايه؟ سالب. انا همشي خطوه يسار.
لما امشي خطوه واحده يسار يبقى الناتج بسالب ايه؟ 3. يبقى الناتج بسالب ايه؟ رجعي ظهرك يا زينبو وفوقي معايا. انتوا كلكم جايين من المدرسه عايزين تناموا؟ والله احنا هموت وننام. ما تهزش الديسك عشان الموبايل هيقع على الصوت. ما تهزش الديسك عشان الموبايل. تفوقي معايا. هتفوقوا ولا مش هتفوقوا؟ هنفوق ماشي. طيب قول لي سالب 5. ركزوا كده معايا. سالب 5 اللي بيلعب بالقلم قسما بالله لو سيبته هموته. زائد سالب 2. سالب 5 يا منى. تعرفي الموبايل صح؟ طب فين الموبايل؟ ركزوا معايا. ها سالب 5 زائد سالب 2 دي معناها ايه؟ هنقف عند السالب 5. هنقف عند مين؟ عند السالب 5. سالب 5 اهو. طب الخطوتين اللي احنا هنمشيهم يمين ولا يسار؟ ركزي معايا يا ماما. انت باصه هنا، هي السبوره هنا. هقف عند السالب 5. السالب 5 الخطوتين اللي انا همشيهم يمين ولا يسار؟ يسار، لان دي سالب ايه؟ 2. لان دي سالب ايه؟ 2. المفروض ان انا همشي خطوتين يسار. خطوتين ايه؟ يسار. فهيبقى سالب 6 سالب ايه؟ 7. سالب 6 سالب ايه؟ 7. طب يا مس انتوا قلت لنا الاشارتين لا اما زي بعض لا اما الاشارتين مختلفين. انت عاملاهم لي كده. طب ايه الطريقه دي؟ هو الشكل ده هو نفس ده كده. ازاي؟ سالب 5 زي ما هي، وعندكم الاشاره موجب لما تضربوها في اشاره سالب هيديني سالب. موجب في سالب يديني ايه؟ موجب في سالب يديني ايه؟ يبقى لو الاشارتين جنب بعض مختلفين هيديني سالب. لو الاشارتين جنب بعض مختلفين يبقى ناخد ايه؟ سالب. لكن لو الاشارتين زي جنب بعض زي بعض يبقى ناخد موجب. زي ايه مثلا يا مي؟ زي مثلا انت قلت لك 7 ناقص سالب 3. دي معناها 7 وسالب سالب يديني موجب. سالب سالب يديني ايه؟ موجب. دي معناها 7 زائد 3. تمام؟ يبقى لو الاشارتين جنب بعض كده مختلفين دي معناها سالب. لكن لو الاشارتين جنب بعض زي بعض دي معناها ايه؟ موجب. دي معناها ايه؟ دي معناها ايه؟ دي معناها ايه؟ موجب. يبقى هنا كانها سالب 5 وموجب سالب هيديني سالب 2. الاشارتين زي بعض ولا مختلفين يا علي؟ الاشارتين زي بعض. نحط الاشاره ونجمع ولا نطرح؟ نجمع. لو الاثنين زي بعض نحط الاشاره وايه؟ ونجمع. لو الاثنين زي بعض نحط الاشاره وايه؟ ونجمع. يبقى سالب 7. يبقى سالب 7. understand me؟ فهمتوني؟ فهمتوني؟ انت مش مركزه اصلا عشان تفهمي. والله ما مركزه. انا ببص لك بتبصي اصلا الناحيه الثانيه. هو لا اما القلم لا اما المفتاح. ما ترحمون ربنا يرحمكم. طب بقول لي 4 زائد سالب 6 هيديني كام؟ وبقول لي سالب 3 زائد سالب 4 هيديني كام؟ وبيقول لي سالب 3 زائد 1 هيديني كام؟ ركزوا معايا. هنا دلوقتي يا محمد انا عايزه اشوف الاشارتين زي بعض ولا مختلفين. لو زي بعض احط الاشاره واجمع. لو مختلفين الكبير واضح. لو زي بعض احط الاشاره واجمع. فواقف بعيد عن الحته. وانت كمان بعيد عن الحته. لو الاثنين زي بعض احط الاشاره واجمع. رجعي ظهرك لورا. هو في ايه؟ ده ما كانش يوم رحت في المدرسه ده. بس انا لحد الان ما روحتش. ولا انا والله المدرسه لم نفسك. هنا الاشارتين اللي جنب بعض موجب سالب يبقى هيبقى ايه؟ سالب. فهي كانها 4 ناقص 6. كانها 4 ناقص 6. كانها 4 ناقص 6.
هنحط الناقص. لو الاثنين زي بعض يبقى ايه؟ زائد. لو الاثنين زي بعض يبقى ايه؟ زائد. رحمه كان اسمك ايه؟ سلمى. ركزي معايا. طيب بصوا بقى، الرقم الصغير ناقص الرقم الكبير بيديني سالب على طول. يعني انتوا لو جيتوا تبصوا هنا 4 ناقص 6، مش الأربعة دي أصغر من ال6؟ يديني سالب 2 على طول. يديني سالب ايه؟ 2. ليه؟ ما أنا عندي إشارة الأربعة دي ايه؟ موجب. ما أنا عندي إشارة الأربعة دي ايه؟ موجب. إشارة الأربعة مالها؟ موجب. وإشارة ال6 مالها؟ سالب. مش أنا لو عندي الاتنين مش زي بعض يبقى أحط الكبير وأطرح؟ لو الاثنين مش زي بعض اعمل ايه؟ احط الكبير واطرح. طب اشاره الكبير الاربعه ولا السته؟ السته، يبقى احط الاشاره بتاعت السته اللي هي سالب واطرح. 6 ناقص 4 كام؟ 2. تمام؟ واعرفوا ان الرقم الصغير ناقص الرقم الكبير دايما هيطلع سالب. دايما هيطلع سالب. الرقم الصغير ناقص الرقم الكبير دايما هيطلع ايه؟ سالب. مش هينفع. تمام؟ طيب دي سالب 3. موجب سالب يديني ايه؟ سالب. موجب سالب يديني ايه؟ موجب سالب يديني ايه؟ 4. الاشارتين زي بعض ولا مختلفين يا سارة؟ الاشارتين زي بعض ولا مختلفين؟ ايه جنة؟ زي بعض ولا مختلفين؟ لو الاشارتين زي بعض بنعمل ايه؟ بنحط الاشارة ونجمع. بنعمل ايه؟ بنحط الاشارة ونجمع. الاشارة سالب ولا موجب؟ سالب. يبقى نحط السالب ونجمع. يبقى سالب ونجمع 3 زائد 4 كام؟ 7. 3 زائد 4 كام؟ 7. اوكي؟ اوكي؟ انت مكشر ليه؟ اوكي ولا مش اوكي؟ ما تكشرش بقى تاني. تمام؟ طيب هنا سالب 3 هتقولي يا مس حاططها في قوس عادي. سالب 3 زي ما هي. وهنا موجب 1. سالب 3 زائد 1 هيديني ايه؟ الاتنين زي بعض ولا مختلفين يا زينبو؟ مختلفين. يبقى نحط اشارة الكبير. اشارة الكبير موجب ولا سالب يا اسمك ايه؟ يا فاطمة؟ ها؟ الاتنين مختلفين. نحط اشارة الكبير. الكبير موجب ولا سالب؟ ها؟ إشارة العدد الكبير سالب. ونطرح 3 ناقص 2 كام؟ 3 ناقص 1 كام؟ 2. 3 ناقص 1 كام؟ 2. فهمت يا حاجة؟ ماشي. فاهمين؟ مين اللي بيقول لا؟ والله ما بتفهم. اللي مش فاهم مش هقول عنه. بقول لي أوجد ناتج كل إسالة. طيب أوجد ناتج كل مما يأتي. سالب 4 زائد سالب 3. أدي مثلا نمبر 1. شوفوا الناتج هيطلع كام يلا في الكراسة بتاعتكم. سالب 5 زائد 7. رقم 3 سالب 3 زائد 2. رقم 4 سالب 7 زائد سالب 9. ما تنساش التست عشان لو الموبايل وقع ما وقعش منك انت. قول لي ايه بقى خواص عملية الجمع؟ عملية الجمع دي لها خواص يا واد يا علي. ايه هي؟ اول حاجه الانغلاق. يعني ايه خاصيه الانغلاق؟ قال لك لو انت جمعت عددين صحيحين هيطلع عدد صحيح. لو انت جمعت عددين نسبيين هيطلع عدد نسبي. لو انت جمعت عددين طبيعيين هيطلع عدد طبيعي. ده معناه خاصيه الانغلاق، ان انت لو جمعت عددين بينتموا لنفس المجموع الناتج هيبقى لنفس ايه؟ المجموع. تمام؟ يعني انا مثلا لو جمعت العدد الصحيح 3 زائد العدد الصحيح 2 هيطلع كام؟ 5. 3 والاثنين بينتموا للاعداد الصحيحه، وكذلك ال5 برضه طلعت بتنتمي للاعداد الصحيحه. فمعنى الانغلاق ان انت لو جمعت عددين بينتموا لنفس المجموعه هيطلع العدد بينتمي لنفس ايه؟ المجموع. تمام؟ بعد كده الابدال. يعني ايه؟ يعني 3 زائد 2 هي 2 زائد 3. هل الناتج هيختلف لو انا بدلت الرقمين؟ لا، هيطلع 5. يبقى دي اسمها خاصيه الابدال. يبقى دي اسمها خاصيه الابدال. بعد كده الدمج والتجميع. لو انا عندي مثلا 2 زائد 3 زائد 4
وجيت دمجت الثلاثة والأربعة في قوس، هيبقى 2 زائد 3 و4 كام؟ 7. 2 زائد 7 كام؟ 9. طب هل هيطلع الناتج هو لو انت دمجت الاثنين والثلاثة مع بعض؟ 2 و3 كام؟ 5. 5 زائد 4 كام؟ 9. فطلع نفس الناتج. يبقى دي اسمها خاصية ايه؟ الدمج. دي اسمها خاصية ايه؟ لو دمجت أول رقمين، يعني لو حطيت أول رقمين ما بين قوس جمعتهم وبعد كده جمعتهم على الرقم الثالث، هيها لو دمجت آخر ايه؟ رقمين. تمام؟ تمام؟ بعد كده عندي وجود المحايد. معنى كلمة محايد في الرياضة، عندك محايد جمع ومحايد ضرب. يعني ايه كلمة محايد؟ محايد ده يا ساجدة، أنا مش بكلم نفسي، أنا مش بشرح لنفسي والله، أنا عارفة كل ده. معنى كلمة محايد لو أنت حطيته في المسألة مش هيغير المسألة. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا جيت قلت لكم 3 زائد 0 هيديني كام؟ 3. هل الصفر ده غير حاجة في الثلاثة؟ ما غيرش حاجة. يبقى ده اسمه محايد جمعي. ليه؟ لأن أنت لو جمعت الصفر على أي حاجة بتطلع نفس الحاجة. صح؟ فده معنى المحايد. المحايد ده في الرياضة معناه إن هو ما بيغيرش أو موجود زي مش موجود. بس هو المحايد صفر بس؟ أنا بقول محايد الجمعي. لو جمعت الصفر على أي حاجة بتطلع نفس الحاجة ما بيغيرش المسألة، فده اسمه محايد إيه؟ جمعي. يبقى المحايد الجمعي هو إيه يا فاطمة؟ الصفر. يبقى إيه؟ الصفر. تمام؟ طيب عندي بعد كده المعكوس الجمعي. يعني إيه معكوس؟ قال لك لو أنت عندك الأربعة معكوس الجمعي يبقى سالب 4. غير الإشارة. تمام؟ لو أنا عندي مثلا عدد سالب 5 يبقى معكوس الجمعي 5 ونغير الإشارة. طيب برضو معناها ايه؟ قال لك بيبقى على نفس المسافه ما بين الصفر، يعني الرقمين بيبقوا على نفس المسافه من ايه؟ الصفر. يعني انا مثلا لو عندي هنا مثلا صفر 1 2 3 وسالب 1 سالب 2 سالب 3، هتلاقي المسافه ما بين صفر و3 3 وحدات، صح؟ وكذلك المسافه ما بين صفر وسالب 3 3 وحدات، صح؟ يبقى المعكوس الجمعي دي معناها ان المسافه ما بين الرقم ومعكوسه الجمعي هي نفس ما بينه وما بين ايه؟ الصفر. تمام؟ يبقى المعكوس الجمعي بنعمل ايه؟ بنغير الاشاره. يبقى المعكوس الجمعي بنعمل ايه؟ بنغير الاشاره. بنغير ايه؟ الاشاره. تمام؟ طيب الرقم زائد معكوسه الجمعي يديني صفر، الرقم زائد معكوسه الجمعي يديني ايه؟ يعني لو جيت يا رشوده قلت لك ايه؟ 4 زائد سالب 4، ما هو الرقم يا مس زائد المعكوس الجمعي بتاعه يبقى هيديني ايه؟ لان دي اشنوده كانها 4 موجب سالب هيديك سالب 4. موجب سالب هيديك برضه موجب سالب هيديني ايه؟ سالب. يبقى دي كانها 4 ناقص 4. 4 ناقص 4 ايه؟ صفر. تمام؟ حتى لو عملت كده سالب 4 زائد 4 برضه الرقم زائد معكوسه الجمعي، ما هو الرقم اهو ومعكوسه الجمعي هو يديني ايه؟ صفر. يبقى الرقم زائد معكوسه الجمعي يديني ايه؟ صفر. الرقم زائد معكوسه الجمعي يديني ايه؟ صفر. تمام؟ طيب بيقول لي ايه؟ باستخدام خواص عمليه الجمع اوجد قيمه كل مما ياتي. في زد دي المجموعات الاعداد، دي خواص عمليه الجمع في الاعداد الصحيحه. ركز كده معاه سمسم محمد حسام. ركز معايا. بيقول لي ايه؟ باستخدام خواص عمليه الجمع في زد اللي هي مجموعه الاعداد الصحيحه اوجد الناتج 8 زائد 10 زائد سالب 8 اهو. اول حاجه هنعملها هنبدل. اول حاجه هنعملها ايه؟ هنبدل مين مكان مين؟ هنبدل ال10 مكان السالب 8 والسالب 8 نجيبها مكان ايه؟ ال10. اقول لك اهو. يبقى انا عندي هنا 8 زائد سالب 8، صح؟ 8 زائد سالب ايه؟ 3 زائد هبدل ال10 يبقى زائد 10. يبقى انا كده عملت خاصيه ايه؟ ابدال. بعد كده هدمج ال8 زائد سالب 8 مع بعض. بعد كده ادمج 8 زائد سالب 8 ايه؟ مع بعض. بعد كده ايه؟ ادمج، بس هعملها بخطوه ثانيه. هدمج الاثنين دول مع بعض اهو. يبقى 8 زائد سالب 8 زائد 10. طيب ما انا كده عملت ايه؟ دم. طب ما الرقم زائد معكوسه الجمعي يديني ايه؟ صفر. الرقم زائد معكوسه الجمعي يديني ايه؟ زائد 10. صفر زائد
يبقى ده محايد ايه؟ جمع. محايد ايه؟ 0 زائد 10 يديني كام؟ دي خاصية الانغلاق. لو جمعت عددين صحيحين يديني عدد